اهلا بيكم في سلسله جديده من الفيديوهات، وهتكون بعنوان حكايات. الغرض من الفيديوهات دي ان حابب استعرض معاكم بعض الحاجات اللي فعلا بقينا مفتقدينها في مجتمعنا المصري، سواء في الشارع او داخل البيت المصري، ونفسي ان هي ترجع تاني. عندنا اول حكايه هتبقى عن فيلم اسمه حياه او موت. الفيلم اللي معروف بجملته الشهيره: من حكم دار العاصمه الى احمد ابراهيم القاتم بدير النحاس، لا تشرب الدواء الذي ارسلت ابنتك في طلبه، الدواء فيه سم قاتل. لما بتفرج على الفيلم ده بزعل جدا، مش بس على المستوى اللي السينما المصرية وصلت له، لا كمان على المستوى اللي الشارع المصري وصل له. من اول مشهد في الفيلم لما عماد حمدي راح يصرف المكافأة من المدير بتاعه، فالمدير ما قدرش يصرف له المكافأة، لكن اداه 2 جنيه من جيبه الخاص عيدية لبنته، وطبعا هو رفض ياخد الفلوس دي. ما بقاش في مديرين كده، ولا بقى في كمان موظفين كده. بعد كده بنيجي بقى لمراته اللي كانت مديحة يسري. لما جوزها بيرجع لها يوم الوقفة مفيش في جيبه ولا مليم، وهي بتحاول تهونها عليه وتقول له ما تزعلش نفسك وهتتدبر. حتى لما هو بيتعصب عليها ويطردها من البيت ما بتجرحوش بالكلام، ما بتقولوش مثلا كفي بيتك زي بقيه الرجاله بدل ما تيجي تطلع قرفك عليا. ما بتفكروش هي مين ولا بنت مين ولا كانت عايشه في مستوى عامل ازاي، رغم انها في الفيلم كانت من طبقه اجتماعيه اعلى منه، لكن خرجت باحترامها لنفسها ولجوزها. نيجي بقى للجيران بتوع زمان اللي بيتجسدوا في الست اللي قابلت مديحه يسري على السلم وقالت لها: هو انت بقى جارتنا الجديده؟ انا كنت عايزه اجي اسلم عليكي واشرب معاكي القهوه، بس انت عارفه بقى العيد ولخمته، هبقى اجيلك بكره اعيد عليكي. فمديحه يسري ترد وتقول لها بمنتهى الذوق: للاسف مش هكون موجوده. لحد ما تروح مديحه يسري بيت ابوها وتقول له ان جوزها طردها من بيته يوم الوقفه، فبدل ما ابوها يقول لها ليه مالكيش اب، وبدل ما امها تقول لها اقعدي في بيت ابوكي كل لقمه وارمي 10 للكلاب، ابوها بمنتهى الذوق قال لها: انت جرحتي كرامه جوزك، ويلا بينا نروح نعتذر له، وما يصحش تسيبي بيتك يوم الوقفه. لحد ما الأزمة تيجي لعماد حمدي بقى وبنته تنزل تشتري له الدواء. مشاهد كتير جدا لشوارع القاهرة زمان، زي مثلا ميدان العتبة وميدان التحرير ومصر القديمة. الدنيا هادية، مفيش فوضى ولا زحمة ولا تلوث بصري ولا سمعي. مرورا برضك برحلة البنت في وسط أهل القاهرة اللي بيعبروا عن أخلاقهم في الوقت ده. الراجل اللي راكبها مع العجلة وصلها لمحطة الترماي، والدكتور اللي خد منها تمن الدواء ناقص قرش ساف عشان ده كل اللي معاه. للكمساري اللي راكبها الترماي وهي مش معاها تمن التذكرة، ما قالهاش نطي. للناس اللي جابوا لها ازازة الدواء من ايد السكران اللي كان فاكرها خمرة. للصيدلي اللي عنده ضمير مهني ولما عرف انه غلط في التركيبة ما حاولش يسكت عن الغلط دون، بل تدارج الخطأ وحاول ينقذ حياة الإنسان ده، لدرجة إنه وصل الأمر لحكمدار العاصمة شخصيا اللي هو حاليا مدير أمن القاهرة. والحكمدار ساب كل اللي وراه واتفرغ لإنقاذ الإنسان، وكرس كل أدواته وكل قواته للمهمة دي، لحد ما وصل الأمر إن الإذاعة وقفت البرنامج بتاعها وفضلت تذيع بيان الحكمدار والتحذير بتاعه. وبالنسبة بقى للحوارات اللي في الفيلم حدث ولا حرج: يا حضرة ولو تسمح ويا فندم، رقي وذوق، مفيش تنمر، مفيش عدوانية، مفيش عنف في الشوارع. قد إيه المجتمع كان محترم ونضيف. وطبيعي ان فيلم زي ده ينتهي بان البنت تشكر الحكمدار وتقول له بكل عفوية: شكرا يا شاويش. ايه اللي حصل لنا؟ انا مش فاهم، وليه بقينا بالشكل ده؟ وايه اللي وصل اخلاقنا لكده؟ ما بقاش لا فيه ذوق ولا فيه احترام ولا فيه مسؤولية، سواء جوه البيت او حتى بره البيت. بقاش فيه نظافة في الشوارع زي زمان، بقاش فيه مساعدة للناس زي زمان، بقاش فيه الشهامة والجدعنة زي ما كنا بنشوفها زمان. كل اللي بقى موجود يا دوبك شوية اطلال. يا رب نراجع نفسنا وفعلا نحاول ان احنا نرجع تاني باخلاق زمان.